والخبر الاخير بقى ان احنا عملنا منها عبوة 180 كبسول، هتكون اقتصادية وهتساعدك كمان انك تستخدمها لاكبر فترة ممكنة. الحمد لله المنتج عمل مبيعات كويسه، وكمان التشغيله التجريبيه اللي قلنا لكم عليها خلصت بالكامل، اللهم لك الحمد. وعرفناكم الحمد لله اللي احنا حصلنا على ترخيص الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. وانا بقى جاي لكم باخبار جميله جدا عن التشغيله الجديده ان شاء الله. اكتر سؤال اتسالنا عن العبوه دي هي موجوده فين في الصيدليات، وطبعا عشان التشغيل كان قليل ما عرفناش نوزعها في اماكن كتير، لكن في خلال اشهر قليله ان شاء الله هتكون العبوه دي متوفره في صيدليات كتير جدا حول جمهوريه مصر العربيه. الحاجه الثانيه وده خبر صار للجميع اكيد، ان الحمد لله وفقنا ان احنا نعملها بتكلفه اقل شويه، والتكلفه الاقل دي احنا مش هناخدها ان شاء الله، هنديها لعملائنا. التكلفه بتاعت العبوه نزلت 10%، فهيكون تسعيرها اقل 10% من السعر القديم. والخبر الاخير بقى ان احنا عملنا منها عبوه 180 كبسول، هتكون اقتصاديه وهتساعدك كمان انك تستخدمها لاكبر فتره ممكنه. تقدروا دلوقتي تطلبوها من على رسائل الفيسبوك او الانستجرام، او كمان من على موقعنا otroja.com.